تسعى فرنسا لتخلي محمد السادس عن عرشه لابنه في المملكة المغربية. أولا اللي يحوس المقال اللي يحب يقرأ المقال تلقاوه في قناتي على تطبيق تيليجرام مالك تيرانجي، مقال جريدة لو موند اليوم اللي عنوته بأون اتموسفير دو فان دو غاني أو جو نهاية الملك، نهاية الحكم. عنده المحتوى المضمون ماهوش مطابق يعني كثير للعنوان. المقال مثلا بدايته تكلم على رفض محمد السادس منذ توليه العرش المملكة المغربية، رفضه الحكم في المملكة المغربية واهتمامه بأشياء أخرى. تكلمت أيضا على ازدواجية المعايير أو ازدواجية الصورة التي يعطيها الملك محمد السادس له أو كحاكم للمملكة المغربية. صورة أمير المؤمنين حسب ادعاء المغاربة من جهة، وصورة الأمير الملك الذي يحب السياحة ويحب العيش أيضا من جهة أخرى. أيضا تكلمت على الإخوة أبو زعيتر وركزت كثير أيضا على الأمير حسن وطليقة الملك سلمى بناني. تكلمت أيضا في الجريدة تكلموا أيضا على عزيز أخنوش. هنا السؤال اللي حبيت نطرحه بالمناسبة، هذا الجزء الأول من 6 أجزاء أو من 6 مقالات حتكتبها الجريدة. في نظري المقال ليس للكلام على أسباب اللي حتخلي ربما الملك يتنحى، ولكن هي تمهيد لأن الملك سوف يتنحى لفائدة ابنه، خاصة أنها ما تكلمتش تقريبا خلاص على أخوات الملك أو حتى على أخيه رشيد، فقط تم ذكرهم في بعض المقاطع. المقال راهو عندكم موجود في قناة تيليجرام كما قلت، موجود في قناتي في تيليجرام مالك تيرانجي، بالإضافة إلى كل الجرائد المتعلقة بهذا الموضوع ولا المواضيع الأخرى. السلام عليكم.